ترجعوا من الاصل كنقولوا تبنى المسجد يعني المسجد الحسن الثاني. وبالطبع الى قمنا بزياره لهذا المسجد يعني نرى يعني ان هناك يعني مجموعه من الابداعات والتحف وسط المسجد. فالفكره اللي جات يعني هي الفكره ديال الحسن الثاني رحمه الله وحتى صاحب الجلاله محمد السادس الان، هو انه ينبغي الحفاظ على هذه الحرف من الاندثار ولا هذا الموروث. فكانت الفكره هنا انشاء اكاديميه تعنى بالمحافظه على هذا التراث المغربي العريق. الشعب التي تدرس هنا هي مقسمة إلى مجموعة من الأقطاب. هناك قطب البناء التقليدي الذي يضم شعبة الزليج، الجبس والنقش على الحجر، وأيضا يعني شعبة ستفتح إن شاء الله قريبا هي المتعلقة بالرخام. هناك أيضا قطب المعادن الذي يضم الحدادة الفنية وصناعة المجوهرات. وهناك قطب النسيج التقليدي، قطب الجلد ويضم يعني شعبة المصنوعات الجلدية، قطب الخشب الذي يضم شعبة الخشب المصبوغ والخشب المزوق وشعبة الخشب المنقوش. وهناك شعبة يعني أخرى ليس لها علاقة بالصناعة التقليدية وهي شعبة الخط العربي. فشروط الولوج إليها يعني يتطلب من الطالب أن تكون له يعني شهادة البكالوريا علمية أو تقنية زائد يعني دبلوم من 2 يقضي هنا 3 سنوات في الأكاديمية بالطبع، في 3 سنوات للتكوين، ويحصل على دبلوم يعني البكالوريا زائد 5 سنوات يخول يعني للخريجين ولوج الوظيفة العمومية في الإطار المتصرفين من الدرجة الثانية. وعندنا مجموعة من الطلبة الذين يعني أحدثوا يعني إما تعاونيات أو حتى بعض الشركات يعني الخاصة بهم. دائما الصانع كيواكب التطورات على حسب الحاجه اللي كتدعي التطور، سواء باضافه يعني تقنيات جديده او باضافه مواد جديده او بابتكار يعني اساليب وفنيات جديده. دابا بحال مثلا هنايا في الاكاديميه الطلبه كيحاولوا يصوبوا قطع فنيه اللي ممكن اننا ديكوريو بها يعني المكان، بحال دي زاباجور، بحال دي زابليك، بحال دي ميغوار، والكثير من الاعمال الفنيه اللي ممكن ان في الاصل انا كنت تقني متخصص في الهندسه المدنيه، وبغيت نكمل الدراسه ديالي. اختاريت اكاديميه الفنون التقليديه واختاريت الجبس لانه الفي بارتي ديال الهندسه المدنيه اللي كنت دايره. بيان سور كيفاش غادي يكونوا النساء في المهنه ولا في الحرفه ديال الجبس، غادي تكون عندهم اضافه جماليه اكثر. انا صراحه الله كنميل لكل ما هو تقليدي، رياضات، درازات، المساجد. ان شاء الله باذن الله بغيت نكون في ميدان الحفاظ على لي زيديفيس تراديسيونيل ديال المغرب ان شاء الله باذن الله. الحرفه ديال النقش على الحجر عندها تاريخ قديم معروف في المآثر التاريخيه. فين مشيتي كتلقى كانوا كيبنيو غير بالحجر، كنعلموا هذه الحرفه وكان تنحاولوا نحافظوا على هذاك الشيء القديم يعني التراث ديالنا. اول حاجه اللي كيجيو باش كيبداو يتعلموا يوجهوا الحجر. كيفاش الا ما تعلم ما يعرفش يوجه الحجره ما يمكنلوش يتعلم. توجه كيوجه الحجره باش تولي مقاده. كنبقاو نفصلوا في هذاك الشيء اللي بغينا نديروا اقواس، بغينا نديروا السواري، بغينا نديروا النافورات ديال الخصاصات، السقايات. هادو هما اللي نتعلموا هنايا. اغلبيه كنمشيو على داك الشيء القديم.
كنبازيو على الخدمه ديال الشغل ديال البلدي ديال المغرب، اللي هو فيه جميع التقنيات ديال الصياغه اللي في العالم كتندرج عندنا في الصناعه في البلدي ديال المغرب في الحرفه ديالنا. يعني كنشتغلوا على التخرام، على الفيليغرام، التقنيات اللي كاينه في الصياغه، في سيرتيساج، تركيب الاحجار، كنلقنوها للطلبه. هذا كيساهم في الحفاظ على هذا الطابع التقليدي ديال الصناعه ديالنا ديال البلدي وديال باش ما يندثرش. والحمد لله يعني راه كنقدروا انهم يطوروا لي تيم جداد يدخلوهم في البلدي ويعطيو واحد العصرانه جديده للبلدي، المصوغات التقليديه ديالنا. شعبة فن الخط شعبة كندرسوا فيها واحد المجموعة المواد اللي هي تطبيقية، انواع ديال الخطوط المشرقيه وانواع الخطوط المغربيه ولا بد منها، ومواد اللي هي نظريه بحال تاريخ الخط، تاريخ الفن، كذلك الزخارف، لان الزخرفه تبقى هي تلك الباقه التي نزين بها اللوحات ديالنا. هذا الفن وهذا الموروث هو الوعاء الذي يمكن ان نقيد به يعني معلومات الحضارات. حينما نزور المنازل والرياضات وهذا نجد هناك لوحات فنية جميلة. أنا كنتعلم الخطوط المشرقية والمغربية. الخطوط المشرقية فيها الخط الديواني، خط الرقعة، خط النسخ، كذلك خط الثلث. بالنسبة للخطوط المغربية كنقراو الخط المغربي المبسوط اللي كيتكتب به المصحف الكريم، الخط المجوهر، وكذلك خط الثلث المغربي. فصراحة التكوين هنايا يعني جودة عالية، لأننا كندرسوا عند نخبة من خيرة الخطاطين الموجودين في المغرب. ومن غير أنا صراحة كنت متفاجئ، كنت كنظن أننا غندرسوا فقط ما يتعلق بالخط العربي، لكن هناك مواد أخرى مثل مواد التفتح كاللغات. فبالنسبة لي الطموح ديالي إن شاء الله نولي خطاط من أحسن الخطاطين إن شاء الله في المغرب، وأنني نزيد ننمي هذه الثقافة ديال الخط عندنا، باش الشباب اللي جاي إن شاء الله من القدام تا هو يولي يتعاطى الخط. ولما لا إن شاء الله كيبقى الحلم ديال أي خطاط هو كتابة المصحف الكريم إن شاء الله مستقبلا.